هنعمل مع بعض النهاردة الزيتون المخلل السريع بالمية المغلية. فعلا تحفة. خلال اسبوع هتاكلي منه. انا عملته خلال 6 ايام بالظبط. كنت باكل منه. انا عندي هنا كمية من الزيتون حوالي 2 كيلو. جايبة زيتون كلاماتا ومعلش صغير، هو ده اللي لقيته في السوق. والزيتون الاسود دلوقتي موجود كتير لسه في السوق، ممكن تجيبيه. زي ما احنا شايفين هو مستوي، مجرد ما دوست عليه بايدي فبتطلع النوايا بتاعته. ببتدي اشقه كده بالسكينه، شقه او 2 في كل واحده. او ممكن انت تكسريه بحاجه كده، تخبطي عليه تكسريه علشان يطلع السائل المر اللي جواه. بعد كده بجيب مصفى اللي هحطه فيها، وجبت بوله كده اقعد المصفى عليه عشان المصفى ما تسقطش في وسط الميه اللي هتنزل. وبجيب ملح يفضل يكون خشن، بحطه عليه. احط شويه زيتون وشويه ملح وهكذا لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. لو مش موجود الملح الخشن عادي اعملي بملح ناعم عادي. بس الملح الخشن مهما كترتي منه الزيتون بياخد كفايته. زي ما احنا شايفين خلصت الكميه كلها ورشيت شويه كمان على الوش. وبعد كده هغطيه كيس نايلون كده. هبتدي اغطيه واحط عليه حاجه تقيله. يعني انا عندي هنا طاجن تقيل، طاجن فخار تقيل حطيته، وهحط جواه اللي هي القاروره بتاعه الميه تقيله، بحيث ان هو نضغط على الزيتون. تاني يوم هسيبه بقى لتاني يوم اشوف الميه اللي نزلت منه. نشوف كده، شايفه هبط كده شويه ونزل، وادي الميه اللي نزلت منه. الميه دي طبعا فيها مراره، بتاخد المراره بتاع الزيتون وبتنزل. هبتدي اقلب الزيتون كل يوم كده، نعمل العملية دي، نقلب الزيتون ونكب المية اللي موجودة دي نكبها. وبعدين نغطي الزيتون تاني ونتقل عليه، وهكذا لمدة 5 أو 6 أيام. كده أنا هغطيه وأحط كمان التتقيل عليه لتاني يوم. ده كده حوالي السادس يوم برضو نزل منه مية. هبتدي بقى أدلق المية دي وابتدي أكمل خزين الزيتون. باخد الزيتون أحطه في بولة كبيرة. طبعا انت هتقولي الملح كتير قوي، هو خد كفايته من الملح. ما تخافيش وما تقلقيش. الملح الخشن غير الناعم، لو ناعم لا ما تحطيش الكمية دي كلها. وبعد كده غليت مية وهحط عليه مية مغلية. الكلام ده كان بالليل. هسيب المية المغلية لتاني يوم الصبح، يعني ما يكونش اقل من 6 ساعات تسيب المية المغلية فيه. لو في اي نسبة مرارة بقى بتنزل برضو في المية المغلية، وتلاقي الزيتونة نفشت كده تاني. بعد ما كانت كشكشت هتلاقيها نفشت وكبرت. وهو كده خلاص استوى وممكن تاكلي منه. يعني انا اكلت منه في نفس اليوم ده. بعد كده هبتدي اعمل له المحلول اللي انا هخزنه فيه. طبعا في ناس كتيرة بتخزنه، اللي هم اخواتنا في سوريا او في الجزائر والمغرب، بيخزنوه في زيت زيتون. طبعا احنا بالنسبة لنا صعب جدا ان احنا انتوا عارفين انه غالي جدا. هبتدي احطه في البرطمانات. وده شوية شايفة انا بدوق وباكل منه شوية دول كده. انا سبتهم حطيتهم جنب الغدا كده كلناهم. هنا بالنسبة للمية بتاعتي، حطيت على كل كوباية مية المج الشاي المية حطيت معلقة صغيرة ملح، اللي هو احياء المية فقط. لكن الزيتون هو حي فعلا وواخد كفايته من الملح. وابتدي احط مية بملح. واتفقنا كل كوباية مية هحط لها معلقة صغيرة من الملح وادوبهم. بعد كده بحط على الوش حبة زيت عباد، زيت زيتون، لو عندك زيت ذرة اي زيت موجود. احط حبة كده على الوش واقفل البرطمان. وكده البرطمان جاهز للاكل. ممكن تحطيه كده بره التلاجة، مش محتاج تلاجة ولا اي حاجة. يقعد عندك سنة تاكلي منه وادعيلي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى اللايك وشير.